ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير جدا ما نزلتش اي فيديو على القناة. بقالي فترة جامدة يعني. فان شاء الله مع بعض هنرجع كده بفيديو حلو جديد. فيديو بالنسبة لي انا حلو جدا على قلبي، لان النهاردة ان شاء الله عيد ميلاد بنتي. فمع بعض كده نشوف هنعمل ايه. وطبعا انا هعمل كل حاجة في البيت. نزلت كده وجبت الحاجات اللي هي انا عاوزها في العيد ميلاد بتاعها. ده من محل شاتوه في عندنا هنا في دمياط. ليه كذا، ليه فرعين أو 3 فروع في دمياط وفي مول زهران وعلى الحرس. بصراحة حاجاته حلوة جدا، والتعامل هناك جميل. وكمان الخامات بتاعته حلوة وكمان ايه، يعني حاجات صبحة كده، مش مركونة عنده. حاجات معمولة، وكله مستلزمات الحلويات عنده. وأي حاجة بتاع التورت أو المستلزمات أصلا المنزلية هناك موجودة عنده. فزي ما احنا شايفين معانا هنا المكونات اللي أنا احتجتها كلها في العيد ميلاد. طبعا أنا جايبة فانيليا وشوكولاتة، وطبعا ده دي اسبونج جاهز، وفانيليا والحاجات البلالين وحاجات العيد ميلاد اللي أنا هحتاجها يعني. فتعالوا مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. فأول حاجة طبعا معايا هنا دقيق الاسبونج الفانيليا، ده نص كيلو بيبقى جاهز كده. بتجيبيه انت الكيلو هناك عامله عنده حوالي 55 جنيه أو 50 جنيه. وهو بيديكي بقى المقدار بتاعه بالظبط، هتحط عليه ايه قد ايه بيض وقد ايه مية وتحط عليه. فاحنا زي ما احنا شايفين نص كيلو عليه 6 بيضات ونص كوباية مية. هنا البيض انا بكسر البيض في طبق كده جانبي لوحده، عشان لو في بيضة بايظة ولا حاجة ما تبوظليش ايه البيض الباقي او الدقيق بتاعي. ونحط كده 6 بيضات. هنا بقى طبعا انا عملت كل حاجة وجهزت كل حاجة، ورحت عشان اشغل العجان المضرب بتاع الكهرباء للاسف ما اشتغلش معايا. كان الصدمة بالنسبة لي، كنت هعيط بصراحة، يعني كنت هعيط. فرحت بقى كده صلحته على طول وعملته و... ورجعت اشتغلت بالحاجة تاني واشتغلت بيه. الحمد لله اشتغل معايا. طبعا هتفضلي تضربي فيه كده في الدقيق الاسبونج حوالي 7 أو 10 دقايق لحد ما الخليط بتاعك يفتح معاكي ويديكي القوام ده كريمي تقيل. وبعدين الصينية بتاعتي اعملها بالسمنة، مكعب سمنة صغيرة كده، وامشيه في كل حواف في القعر بتاع الصينية. وبعدين في القعر بتاع الصينية اجيب ورق زبدة، وبعدين اروح احط قصاه على قد الارضية بس، وبعدين احطه كده فيه. انزل كده كل الخليط كده اللي معايا في الطبق في الصينية. دي كانت اول صينية معايا واول تورتاية في الفانيليا. فطبعا الطبق بتاعي هحط. فهنا اول حاجة كده تاني حاجة بقى هعمل برضو. انا جايبة نصين، جايبة كيلو سبونج فانيليا وكيلو سبونج شوكولاتة. فهنا حطيت النص التاني هعمله برضو بنفس المقدار ونفس الخطوات. عشان ايه ما بوظش حاجة وابقى ماشية على الخطوات مظبوط. وهنا برضه اهو معايا 3 بيضات حطيتهم، وده الرابعة وبنفس الخطوات برضو. وطبعا البيض بيبقى بدرجة حرارة الغرفة او المطبخ بتاعك، بتكوني مطلعاه من قبلها بليلة عشان ياخد معاكي على طول. طبعا هنا سلفتي كانت بتعمل معايا وحماتي، قعدنا قبلها بليلة عملت الحاجات دي. وتاني يوم على طول يوم العيد ميلاد قمت الصبح كده وزوقت زوقت التورت بتاعتي والكب كيك اللي انا الجاتو بتاعي اللي انا عملته. طبعا هنشوف ده كله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، عشان ما ننزلش الفيديو كبير ويبقى طويل عليكم وتزهقوا بسرعه. فانا منزلاه على فيديو تاني وفيديو العيد ميلاد كمان. بنفس الطريقه كده هنزل كل خليط واديله كده تكايه وهزه كده، عشان لو في اي هوا يطلع معايا من التورتايه. وندخله على طول على الفرن، طبعا يكون سخن. وبعدين ده الاسبونج الشوكولاته نفس الطريقة برضو 6 بيضات ونص كوباية مية، وهنضربه على طول
لو عايزة تحطوا فانيليا عادي، لو انت خايفة عشان زفرة البيض. انا بصراحة ما حطيتش اي فانيليا، وما شاء الله الخامات كانت حلوة جدا والطعم كان حلو. فالحمد لله كانت ناجحة معايا يعني، وكل اللي كله مصدقش ان هو معمول في البيت، وكان بيقول ان هو جاهز. ده كده ايه الاسبونج. فانا حطيت او في الصينية اللي هي اول صينية في القالب اللي هو التلاتة مع بعض دول، الكبيرة، الصينية الكبيرة يعني. ده النص التاني من الاسبونج. طبعا لو اي حد يعمل عيد ميلاد فيعملوا طبعا الحاجات دي قبليها بليلة. طبعا نفس الخطوات انا هعملها برضو في كل الطرق، وفي كل الخليط بتاعي. الخطوات هي اللي بتفرق، وال وال والمقادير كده زي ما انتوا شايفين. بتمنى طبعا لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوا